الهوت شوكليت بومز. يعني إزاي فكرة شكلها بسيط قوي كده قدرت تتحول لبزنس بيكسب ملايين؟ يلا بينا نفصص الحكاية دي من أولها لآخرها. الحكاية كلها بتبدأ من هنا، من مجرد كرة شوكولاتة شكلها بريء خالص كده ومجوفة من جوه. بس السحر كله بيحصل لما بيتصب عليها اللبن السخن. فجأة بتسيح وتنفجر ويطلع منها كل الكاكاو والمارشميلو اللي جواها. يعني الموضوع مش بس مشروب سخن، لأ، دي تجربة، دي فرجة وده بقى كلام إيريك توريس جارسيا نفسه، الشاب اللي اخترع الحكاية دي كلها. جملته دي بتوصف بالظبط إحساس إن الدنيا كلها تتغير في لحظة. نجاح سريع ومفاجئ هو نفسه ما كانش عامل حسابه. يعني هو ما كانش متخيل أبداً إن الاختراع البسيط بتاعه ده هيعمل كل الضجة دي. وهو ده السؤال المهم اللي لازم نسأله. إزاي؟ يعني حاجة بدأت كتجربة في مطبخ بيت عادي تتحول لترند عالمي بالشكل ده، إيه السر؟ سنة 2019 إريك شاف أفكار حلويات شبه دي في أوروبا، وقال ليه ما عملش النسخة بتاعتي؟ والمفاجأة بقى في الاستثمار المبدئي. تخيلوا كام؟ $20. أيوة، $20 بس جاب بيهم خامات وعمل أول نموذج. وبعدين عمل الخطوة اللي غيرت كل حاجة. صور فيديو للقنبلة وهي بتدوب وحطه على تيك توك، وده كان كفاية قوي. وهنا الأرقام بتتكلم عن نفسها وبتورينا حجم الانفجار اللي حصل. في أول 24 ساعة بس الفيديو جاب 2.6 مليون مشاهدة على تيك توك، والأهم إنه حقق مبيعات $7,000. $7,000 في يوم واحد. متخيلين السرعة؟ من مجرد فكرة لمبيعات حقيقية في ساعات. بس هنا بقى بتيجي الحبكة، أو ممكن نقول الورطة. كل النجاح ده، كل الطلبات دي كانت على أساس منتج واحد بس، حتة واحدة بس هو اللي عملها وصورها. فجأة إيريك لقى نفسه قدام السيل من الطلبات، وهو حرفياً ما عملش في حياته غير الكورة دي. طب هيعمل إيه؟ هينفذ كل ده إزاي وهو ما يعرفش أي حاجة عن الإنتاج الكبير؟ السؤال ده بقى هو اللي بينقلنا من مشكلة البيزنس لمشكلة تانية خالص، مشكلة فنية. عشان حد يقدر يعمل آلاف من الكور دي ولازم كلهم يطلعوا بنفس الشكل والجودة، لازم يكون فاهم كويس أوي علم صناعة الشوكولاتة. الموضوع طلع مش مجرد تسييح وتجميد وخلاص، لا، ده في علم وكيمياء ورا الكواليس. وهنا بقى ندخل في التفاصيل الفنية قوي. إيه اللي بيفرق بين الشوكولاتة اللي أي حد بيعملها في البيت وشغل المحترفين اللي بيطلع بيلمع ومقرمش؟ الإجابة كلها في كلمة واحدة: الكيمياء. العملية دي اسمها تمبرينج، ودي باختصار إننا بنعامل الشوكولاتة معاملة خاصة. بنسخنها وبعدين نبردها عند درجات حرارة معينة ومظبوطة بالملي. ليه بنعمل كده؟ عشان نتحكم في بلورات زبدة الكاكاو اللي جواها. لو العملية دي اتعملت صح، الشوكولاتة بتطلع بتلمع، ولما تتكسر تعمل صوت الطاقة المميز ده. والأهم إنها بتطلع من القالب بسهولة. من غير تمبرينج الشوكولاتة هتطلع مجيرة طرية وهتلزق في القالب. هو ده سر الشوكولاتة الفاخر. وعشان عملية التمبريرنج دي تنجح، في قرار مهم جدا لازم يتخذ الأول، وهو اختيار نوع الشوكولاتة الصح. وده يمكن أهم قرار بياخده أي حد بيشتغل في الشوكولاتة. وهنا بقى في فريقين كبار في عالم الشوكولاتة. الفريق الأول هو الشوكولاتة الكوفرتور، دي بتاعت المحترفين، المعيار الذهبي، غنية بزبدة الكاكاو، طعمها أغنى وبتدوب في البق، بس دي اللي بتحتاج التمبيرنج المعقد ده. الفريق التاني هو الشوكولاتة المركبة، دي الاختيار السهل، بيشيلوا زبدة الكاكاو ويحطوا بدلها دهون نباتية، فمش بتحتاج تمبيرنج خالص وسعرها أرخص بكتير. بس طبعا ده بيجي على حساب الطعم والجودة. الاختيار بين الاتنين دول هو اللي بيحدد المنتج في الآخر هيكون شكله وطعمه إيه. طيب خلاص، فهمنا العلم اللي ورا المنتج. نرجع بقى تاني للبزنس. إزاي ممكن نحول كل الكلام العلمي ده لمشروع ناجح بجد ويكسب؟ أول خطوة وأهم خطوة هي الخامات. نجيبها منين وبكام؟ إيريك مثلا في أمريكا جاب كل حاجة من موردين محليين. عندنا هنا اللي بيفكر يبدأ مشروع زي ده عنده كنوز زي درب البرابرة في القاهرة مثلا. وهنا تيجي النصيحة الذهبية: الشراء بالجملة. يعني بدل ما نشتري ألواح شوكولاتة صغيرة نشتري بلوك كبير على بعضه 5 أو 10 كيلو. الحركة دي لوحدها ممكن تقلل تكلفة الجرام للنص تقريبا. تاني خطوة التسعير. لازم نبقى عارفين أرقامنا كويس. في قاعدة مشهورة قوي في بيزنس الأكل بتقول إن تكلفة الخامات نفسها، يعني الشوكولاتة والكاكاو والعلبة اللي هيتحط فيها، كل ده المفروض ما يزيدش عن 30% من سعر البيع النهائي. ليه؟ عشان ال70% الباقيين دول هم اللي هيغطوا بقى الإيجار والمرتبات والمصاريف التانية، وطبعاً يتبقى منهم هامش ربح يخلي المشروع يكبر. طب نرجع تاني للفيديو اللي عمل كل ده. إيه سر نجاحه؟ الرقم ده ممكن يدينا فكرة: 88%.
تخيلوا 88% من مستخدمي تيك توك بيقولوا إن الصوت والمزيكا جزء أساسي ومهم جدا من الفيديو. فلما إيريك اختار أغنية كريسمس مشهورة وحطها للفيديو بتاعه، ده كان قرار تسويقي عبقري حتى لو جه معاه بالصدفة. والحلو في الموضوع إن البداية على السوشيال ميديا ممكن تكون بسيطة جدا ومش مكلفة خالص، يعني مش محتاجين ميزانية دعاية وإعلان ضخمة. الموضوع كله محتاج بروفايل شكله احترافي، نتابع إيه الترندات والأغاني اللي شغالة، نعمل فيديوهات قصيرة وسريعة وإحنا بنحضر المنتج، وننشر بانتظام. والأهم من كل ده، نشجع الناس اللي اشترت مننا إنهم يصوروا تجاربهم وينشروها. مفيش دعاية أقوى من دي. طيب بعد كل ده، خلينا نلم كل الخيوط دي مع بعض ونطلع بالخلاصة. إيه هي الدروس المهمة اللي ممكن أي حد يتعلمها من قصة نجاح قنبلة الكاكاو دي؟ دي تعتبر وصفة النجاح الكاملة. أول حاجة، أي فكرة مهما كانت بسيطة عندها فرصة. الموضوع بدأ ب$20 في مطبخ بيت. تاني حاجة، لازم نتقن الصنعة، نفهم العلم اللي ورا المنتج بتاعنا عشان نطلع جودة احترافية. تالت حاجة، قوة السوشيال ميديا. فيديو قصير ممكن يكون تأثيره أقوى من حملة إعلانية بملايين. والدرس الأخير ويمكن الأهم اللي إيريك نفسه اتعلمه بالطريقة الصعبة، لازم نكون جاهزين للنجاح قبل ما يوصل. ونحب نختم بالسؤال ده، قصة قنبلة الشوكولاتة بتورينا إن الترند العالمي الجاي ممكن يكون بيتحضر في مطبخ في أي مكان في العالم دلوقتي. الفكرة مش في حجم الإمكانيات، لكن في الإبداع وفي الاستعداد لمشاركة الفكرة دي مع كل الناس. يا ترى إيه هي الفكرة الجاية؟